السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وزير السكن يتطرق لأسعار سكن يتعدد 3 وطريقة الدفع والتفاصيل كاملة في الفيديو. تابعوا معنا وفعلوا لنا باش نجيب لكم دائما جديد كالعادة. الأسعار أنا كنت قلت باللي راح يكون تغيير ناخذ بعين الاعتبار يعني القدرة الشرائية تاع المكتتبين، لكن راح يكون فيه يعني زيادة في الأسعار. الشيء المهم إنه ما راحينش تكون يعني أغلى من الألبية ولا أغلى من الألسبي. إذا كما سمعتوا يقول الوزير نبقى في نفس القيم المالية تاع هذا السكنات بكل يعني التسهيلات التي موجودة في عدل 2. الدفع الشهري للأقساط يقول الوزير ما يكونش تغيير كبير فيما يخص الدفعات. زدنا عدد الأشطر، يعني المرسوم التنفيذي التصحيحي كنا نشرناه منذ في الجريدة في الجريدة الرسمية، وما زال 3 مراسيم يقول هم الآن في إعادة تعداد تاعهم قبل نهاية الشهر راح يقوموا بنشرهم. وهكذا ملف عدل 3 من الناحية التشريعية نكون انتهينا منه. إذن هذا ما جاء في تفاصيل حول سكنات عدل على لسان وزير السكن والعمران طارق بالعريبي، وكانت هذه تفاصيل كاملة. فعلوا لنا باش نجيب لكم دائما جديد ودائما مستجدات جديدة، وديروا لنا البصمات. مع السلامة، فيديو آخر إن شاء الله.